وقت اللي تمت معناها فيما يتعلق بالهيئة الوقتية التي ستحل محل مجلس القضاء فيما يتعلق بقانونها في المشروع نتاعو، احنا بريسك فما اجماع على انه اعضاء المجلس الاعلى للقضاء السابقين ما عندهمش حق اعاده الترشح عادي من يعني هذايا لانهم ارتبطوا بالنظام السابق وارتبطوا خدمه. نجيو نلقاهم هما بيدهم بعد الثوره عاودوا يحيوهم هما بيدهم، يعني هما باش نعاقبوهم، احنا باش نعاقبوهم ونقولوا راهم ما عندهمش حق الترشح في الهيئه الوقتيه، اما ما يسالش يعملونا الحركه تو هذا مش هو تو هذا مش تناقض. لكن السيد فاضل السيحي كلمناه، احنا نويت كلمناه فات وقالنا انه قانوني الشيء هذا، انه معناتها يقع معناتها حسب اللوا 67 انه معناتها قانوني يبقى احيائه، وانه بعمره معناتها ما وقع. من علاش عملنا الثوره احنا؟ من علاش تعمل الثوره؟ وكيف يفسر هذا عضو في الهيئه الاداريه والتجمع عضو المسلع القضاء عفوا، ولا عضو هيئه اداريه في النقابه زاد مش في الجمعيه. معناها هو يعد هذا السيد هذا هو اللي قام بالحركات القديمه يزيد تو معناه هو يعمل حركه وفما مؤشر اخر على انه ما فماش نيه نتاع اصلاح مباشر وفوري، انه فما زوز يعتبروا الصندوق الاسود نتاع القضاء التونسي، زي لطفي الدواس مدير مسار العدليه السابق ومحرز الهمامي المتورط في محاكمات نتاع مئات السنين، هذوما التو مازالوا مسيبين وهذوما مازالوا يدوروا، واولادهم وابنائهم اللي هو في القضاء هم قاعدين نيابه عنهم قاعدين يتصدوا لمطالب التطهير ومطالب الاصلاح. هذوما وينو وزير الداخليه القبض على الشخصين هذوما، وينو النيابه العموميه باش تتبعهم هذوما من اجل الامن. النائب في مجلس التاسيسي عبد الرؤوف العايدي يقول انه لطفي الدواس مدير المصالح العاديه السابق راهو خرج فورغونات فيها بديبوات دارشيف نتاع ملفات من وزاره العدل، لم يتم فتح بحث في هذا ولم يتم تحقيق في هذا ولم يتم تساؤل عن هذا. ومحرز الهمامي هذا وين؟ محرز الهمامي هذا ياما اصدر احكام على الناس بعشرات السنين، وياما خرب القضاء، وياما تواضع في افساد القضاء وفي حتى الانقلاب على جميع القضاة. اعطينا مثال بالله في الفساد. محرز الهمامي هذا المحاكمات السياسيه كل مرت عليه، محكوم على محمد عبو 3 سنين ونص. هذا قضايا الارهاب كانت تحال اليه، كان رئيس دائرة جناحية في تونس ورئيس دائرة جنائية في تونس، وكانت الهيئة الانقلابية على جميع القضاة كانت تأتمر بأمرته. وهذا اللي قاعدين توا منتسبين النقابة ذوما من تلامذة. وين صندوق الاسود هذا علاش ما يفتحش؟ ولطفي الدواس هذا علاش ما تمش القاء القبض عليه؟ وهذا حسب رأيي أنا هو مفصل الحديث. سامحني انتم معناتها كقضاة علاش ما قدمتوش شكايه بهم؟ بيسكو هما متورطين معناتها للدرجه هذه. هذه مفتوحه فيهم قضايا، قول علاش ما وقفتوهمش؟ راهم في تونس، علاش ما وقفوهمش؟ راهم قضايا مفتوحه عند قول فيهم المحال بحال فرار، فيهم محال بحال سراح، وين نقول لهم شدوه؟ ما تسائلش هو يتبعوا في اللي خذا رشوه بمليون باهي يتبعوا ذاك، لكنه هذا راهو نظام قضائي كامل فاسد. الاعضاء الفاعلين في المجلس الاعلى للقضاء اللي هما كانوا الرئيس الاول لمحكمه الاستئناف بتونس، هذا الرئيس الاول هو كان رئيس اول لمحكمه الاستئناف بقفص، وكان مسؤولا على هذه المحكمه ابان المحاكمات الحوض المنجلي، ومن كل من عمل في تلك المحكمه يشهد بدوره الكبير في التأثير على المحاكم على الأحكام والتأثير على الهيئات الحاكمة، وأنه كان عنده دور في إصدار الأحكام الجائرة حتى ولو صبغت تلك الأحكام باسم غيره. بالنسبة للأعضاء الآخرين كما كنا وحكينا منذ البداية أنه الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس هو مرتبط ارتباط وثيق بالنظام البائد، وكان يبدي الولاء ويجاهر به لذلك النظام، ثم بعد الثورة أبدأ نفس الولاء ونفس الخدمات للنظام الحالي. وذكرت زميلتي مدام روضة كيف تجاوز هذا الوكيل العام صلاحياته وانتقل بعد أن رفض وكيل الجمهورية السابق المحكمة الابتدائية بتونس ونائبه
رفض الاستجابة لطلب السلطة، وهو طلب كان طلب مباشر في الانتقال إلى مقر التلفزة التونسية وفك الاعتصام الذي كانت يشهده ذلك المقر، في حين أن الوكيل العام توجه إلى ذلك الاعتصام في محاولة لفكه إرضاء للسلطة، ورغم أن ذلك الإجراء مخالف للقانون وليس من صلاحيته. بطبيعة الحال حين تجد السلطة أشخاص من هذا النوع تستعملهم وتوظفهم لغايتها، وهذا التوظيف كان باديا وواضحا وجليا في هذه الحركة. كل من يقرأ هذه الحركة يقول أنها عليها بصمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ووكيل العام بها. بطبيعة الحال هذا لمحافظة على نفوذهم وعلى وضع كل القضاة الذين يستجيبون لرغباتهم بكافة المحاكم، وخاصة منها المحكمة الابتدائية بتونس والمحاكم الموجودة في تونس الكبرى.